أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا آمين. أما بعد، أحبتي الأكارم، حياكم الله وبياكم وحافظكم من كل شر وسوء ومكروه، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وسلم تسليما كثيرا آمين. أما بعد، أحبتي الأكارم، شهدت جماعة أولاد يوسف بن بني ملال هذه الأيام حالة استنفار أمني كبيرة، وذلك إثر حادثة اعتصام أحد شباب المنطقة، وهو رجل 40 فوق صهريج الماء ولمدة 18 يوما تقريبا كما يقولون، مطالبا بفتح تحقيق في ملابسات وفاة والده وهو جندي متقاعد كما يدعي. لكن وللأسف الشديد حدث ما لم يكن يتوقعه الحسبان أو يقع في الحسبان، وهو أن المعتصم عرض أحد رجال الوقاية المدنية للضرب المبرح بعمود حديدي وألقى به بعد ذلك من فوق الصهريج، ولحسن الحظ لم يمت، لكنه أصيب بإصابات خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى الإقليمي ببني ملال. نعم، واختتم هذا الحدث الخطير وللأسف الشديد كما رآه الناس جميعا على وسائل التواصل الاجتماعي بوضع المعتصم لحبل على رقبته، مهددا نفسه بالانتحار إذا ما تدخل رجال الأمن أو الجهات الأمنية. وبعد ذلك سقط بعد تدخل رجال الأمن لإنقاذه، سقط من فوق هذا الصهريج واضعا الحبل على رقبته، وبعد ذلك وفي الختام بمعنى في الأخير أصيب بكسور خطيرة على مستوى قدميه وأجزاء من جسمه، وأصيب بإغماء نقل على إثر ذلك إلى المستشفى. وهكذا كانت نهاية هذه القصة المأساوية الخطيرة، والتي نأسف لها جدا كل الأسف. ومن خلال هذه الواقعة أريد أن أرسل بعض الرسائل، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بها وأن ننفع بها وأن نأخذها كدرس اتعاظ وتأمل لنا ولإخوتنا ولجميع من يتابعنا. نرجو الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أحبتي الأكارم، الرسالة الأولى يا أحبابي أرسلها للمعتصم ولأشباه المعتصم. فإحنا ما غاديش ندخلوه في الحيثيات، وما غاديش نكذبوه، وما غاديش نصدقوه. يوقع اللي بغى يوقع. نكون مثلا أن الواقعة وقعت وأن الوالد ديالو مات وهو جندي سابق متقاعد ومات رحمة الله عليه وعلى أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. لكن هناك القانون، وحتى إلى ما تخذ الحق بالقانون لأسباب نجهلها أو يعرفها الناس جميعا، فالله سبحانه وتعالى عنده الجزاء. ينتظر الإنسان
أن الحق ديالو عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ضعيف وما يقدش الإنسان يجيب الحق ديالو بالعنف في هذا الوقت هذا الراهن، اللي هو عامر كله بالإكراهات وعامر بتحديات وعامر ومليء بتحديات قانونية إلى آخر ذلك. ولهذا كان على الأخ وأشباه الأخ ومن على شاكلته ونحن كذلك أن نحتسب أجرنا وأمرنا إلى الله، وأن نحتكم إلى القانون وننتظر حتى يجعل الله أمرا كان مفعولا، وهنا غادي تكون الخسائر أقل. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا الإنسان المعتصم له سوابق كما يقولون في الإجرام، ودوز الحباسات إلى آخر ذلك، والناس اللي ساكنة حداه كتشهد عليه أنه كيروحهم بالليل وسميتو بالغوات والصداع إلى آخره. بمعنى أن هذا ماشي مرجعية اللي خصنا نبنيو عليها بمعنى مرجعية حقا ونصدروا من خلالها أحكام احنا ما عرفنا شيء إلى آخر ذلك، ونكون حتى احنا خدينا الذنوب وخدينا الآثام، وبدل ما نعالجوا نصدقوا وقعنا فيما لا يحمد عقباه. إذا الإنسان لا بد من التريث ولا بد من الصبر والاحتساب. كما أني أقول لهذا الأخ المعتصم وأشباهه وأمثاله أن الإنسان عليه بمعنى يستخدم العقل ديالو قبل ما يوقع فيما لا يحمد عقباه، وتكون الكارثة أكبر، ويكون بمعنى طريقة باش بغيتي تعالج صدقات غرقتي نفسك، غرقتي الناس اللي معاك، غرقتي البلد، غرقتي وحنا في تحديات، والناس كلها كتشوفنا في وسائل التواصل الاجتماعي، العالم كله كيشوفنا إلى آخر ذلك، بالرغم من أن ما يمكنش نقولوا عندك الحق ولا ما عندك شيء الحق. احنا قلنا باش يكونوا بمعنى الآثار أو لا النتائج تكون أقل خطورة وما تكونش بهذه الخطورة هذه. دابا أنت مهرس، المصير ديالك إلى السجن، يعني من الله المصير ديالك كيفاش غادي تكون. قد تكون عاهات مستديمة، خرجتي على راسك، ومحال واش غتجيب شي حق إلى عندك، لأن الحق بالعنف راه ما يمكنش. باش تجيب الحق بالعنف والقانون كاين، والبلاد ما سايبه شيء، ما كايناش السيبه في البلاد. صدقتي بدل ما تعالج ضيعتي راسك وضيعتي الناس اللي معاك، وضيعتي وبينت واحد الصورة الخطيرة السيئة للناس والمجتمع إلى آخره، وحتى لدوك الناس اللي واخا باغيين يتعاطفوا معاك مثلا إلى آخره، صدقتي مثلا فقدتيهم أو لا ضيعتي السمعة ديالك. هذه هي الرسالة باختصار الأولى. الرسالة الثانية للسلطات المعنية وللمسؤولين الحكوميين اللي خاصهم يعرفوا بأن الأمانة جسيمة أمام الله عز وجل. حتى إلا ما كاينش واحد اللي يقد مثلا يشريهم بالبنان أو لا ينتقدهم أو لا يهضر معهم، خاصهم يعرفوا بأن الله غدا يوم القيامة غادي يوقفوا قدامه باش يسولهم على هذه الأمانات الجسيمة اللي تحملوها، وهما باغيين يتحملوا هذه الأمانات. هذو هي جسيمة. أمانة المواطن راه أمانة جسيمة. كان على الناس قبل هذا السيد هذا اللي اعتصم 18 يوم وهو معتصم فوق الصهريج مثلا، وحنا كنعرفوا بأن الحرارة ديال الشمس ومن نور الشمس إلى آخره، ومع ذلك صبر، ومع ذلك صبر هذه الخطورة وهذا الأمر كله 18 يوم وهو كيتاني. فين كانت هذه السلطات، وفين كانت هذه الحكومة، وفين كان هاد الناس هذو اللي كيحكموا؟ علاش ما يحلوش مثلا المشكل من النهار الأول؟ علاش ما يبحثوش مثلا في الأمور الحيثيات اللي جعلت هذا الإنسان هذا
يعرض راسو ويعرض الأمة ويعرض الوطن لهاد المآسي اللي حنا ماشي غنى عنها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا خاصهم يتدخلوا ويشوفوا، يدرسوا الملف ديال السيد ويقلبوا يعني هذا حق مشروع. إلا كان هذا الشيء صحيح، حتى إلا ما كاينش، إلا كان هو على خطأ وعلى صواب، يتعاقب ويتعطى كل ذي حق حقه، وليعلم كل واحد كان مسؤولا أنه سيقف أمام المسؤول الكبير وهو الله رب العالمين. هذه الرسالة الثانية. وإحنا في تحديات، وإحنا في استضافة كأس العالم، وإحنا الأنظار ديال العالم كلها متجهة لنا كدولة متقدمة ودولة في السائرة في النمو. والله ينصر سيدنا ويبارك في العمر ديالو، ويجعل هذا الوطن هذا وطنا آمنا مطمئنا سالما محفوظا بإذن الله عز وجل. الرسالة يا أحبابي هذه باختصار. الرسالة الثالثة للسلطات الأمنية، اللي الحمد لله رب العالمين نوجه لهم تحية كبيرة، لرجال الأمن اللي هم بعد الله سبحانه وتعالى السبب ديال الأمن ديالنا والأمان ديالنا والسلم ديالنا والسلام ديالنا والحياة ديالنا والفرحة ديالنا والعيش ديالنا والتعايش ديالنا إلى آخر ذلك. لكن يا إخواني، هذه الرسالة للاستفادة فقط. أن رجال الأمن ما يعرضوش نفسهم لهذه الخطورة. مثلا رجل شاب وليدته متزوج، الحياة بقى قدامه، الآمال الطموح مازال كينتظروا، ثم يعرضوه المسؤولين ديالهم مثلا أنه يعرض نفسه يطلع فوق السهريج ديال 36 متر باش يقابل واحد الإنسان خطير. وها هي النتيجة، أنه أصيب بكسور، وأصيب برضوخ، وأصيب مثلا مآسي خطيرة. نرجو الله سبحانه وتعالى له ولنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية. علاش نعرض هذا الإنسان للخطورة؟ وعندنا آلات، وعندنا معدات، وعندنا تكنولوجيا، وحنا دولة متقدمة إلى آخر ذلك. فهذه الرسالة للمسؤولين أنهم ما يعرضوا شيء الموظفين الصغار لمثل هذه المخاطر التي لا تعود لا على الفرد ولا على الأسرة ولا على المجتمع إلا بالضرر وبالمآسي إلى آخر ذلك. الرسالة الرابعة يا أحبابي للمدونين وللصحافة وللمتكلمين ولي نفسه شخصيا. كتكثر الهضرة يا إخواني فاش كيطيح الإنسان أو لا كتوقع واقعة، كتكثر الهضرة، كل واحد تيبغي يكسب البوز ويكسب الجمهور ويستمر من المآسي ومن المشاكل ومن المعاناة المواطنين بالقيل والقال، والإنسان من كلمة تيبني فيها صفحات. والله سبحانه وتعالى لخطورة هذه الكلمة تقول لنا سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن جاءكم يا أيها الناس إن جاءكم فاسقون أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الإنسان خصو يتبين وخصو يتحرى الحقيقة ديال الكلام قبل ما ينطق، وحتى إلا بغى ينطق خصو يعرف شنو غادي يقول، بدلا مي غادي يتقل على راسو بالذنوب والآثام ويعرض المواطنين ويعرض الوطن والأمة لصور نحن في غنى عنها إلى آخره. خاص الإنسان يتحرى الصدق ويتحرى من المصادر، يتحرى الحقيقة قبل أن يتكلم، وإلا فالكل يتحمل مسؤولية ما يقوله، فإن لم يتحملها في الدنيا فسيتحملها أمام الله عز وجل.
الرسالة الخامسة يا أحبابي لعامة الناس، لي ولكم ولجميع الناس، أن يحكموا العقل قبل العاطفة، وأن الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يقبل على فعل شيء، أو على أن يقول شيء، أو على أن يتصرف تصرفا يعود عليه وعلى غيره وعلى المجتمع وعلى الوطن بالضرر. ونحن لا نريد لأي ضررا أيا كان. نرجو الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يقبل. آمين. جيت تغدي دابا.